بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست بالون دور، البودكاست الأشهر في الوطن العربي كله، يا رب إن شاء الله. يعني باذن الله. انا بصيت لك. حلقة جديدة. أنا وكمال قلنا نستفرد بالبودكاست. بلال وعمر يعني في شغل، سفر بره القاهرة. عمر هربان. وعمر هربان بعد التعادل بتاع المقاولين العرب. بس يعني احنا قلنا عشان الاستمراريه والالتزام طبعا احنا نيجي، حتى يعني لو احنا يعني انا جاي النهارده بالعكاز. جاي بالعكاز النهارده. الف سلام عليك يا الله باشا. يسلمك. حلقه جديده من بودكاست بالون دور زي ما قلت لحضراتكم، مع الاسبوع الثاني في الدوري المصري، دوري نايل. برحب بيك يا كمال، اهلا بك يا باشا. وسعيد دايما انت موجود معانا، انا اسعد يا باشا. وجايب تيشيرت الاهلي النهارده ومكسر الدنيا. مروقين على الناس. الاهلي روق علينا يبقى نروق عليه. وزيزو مكسر الدنيا. حلويات ولكن زيزو. انا عايز ادي تحيه كبيره لمحمد علي بن رمضان. ده الغزال ده. قطعه ماسيه في الدوري، ده الغزال ده. والله العظيم. والله غزال. كواليتي عالي جدا. فكرني بفرجاني، يعني انا كان نفسي يبقى موجود وفرجاني ساسي موجود في الزمالك. هنيئا لمنتخب تونس. والله العظيم 3 فعلا يعني. طيب نخش على طول. الاحداث الاسبوع ده كانت شويه سخنه، سواء فنيا او حتى بره بره المستطيل الاخضر وجوه كمان. طرد محمد هاني، لعيبه الزمالك كانت بتعترض شويه في اخر الماتش. محمد هاني 2 اسيست، حدث فالدنيا تاريخي. سخنة. بص، هو مشكوك في موضوع 2 اسيست صح ده. كده. اول واحد ده مش هو قوي يعني، بس تمام مفيش مشكله. عديها. طيب نبدا كمال، نبدا توكلنا على الله. بالزمالك. نبدا بالزمالك. بعد ما حقق الفوز في اول ماتش على سيراميكا. المفروض على الورق ان هو كان ماتش اصعب من ماتش المقاولين، الماتش الثاني، ولكن الزمالك كان مختلف تماما عن الماتش الاولاني. ما افتكرش ان في اي فرصه محققه للزمالك على المقاولين طول 90 دقيقه. مظبوط. عقم تام عكس اللي كان موجود. كان في حركه وكان في فرص متاحه للزمالك في الماتش الاولاني. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي خلى الشكل بتاع الزمالك في الماتش الثاني يختلف عن ماتش المقاولين عن ماتش سيراميكا؟ طيب، اولا احنا بنشكر المشاهدين على عدد الفيديوهات بتاع الحلقه اللي فاتت، يعني كان الحمد لله محترم جدا، نشكر ربنا. الحمد لله. طيب نتكلم، ارجع معايا كده. الحلقه اللي فاتت احنا قلنا حاجه واحده، الماتش ده ماتش سيراميكا كان صعب على الزمالك دفاعيا بحكم انت بتلعب فريق بيهاجم ويسيب مساحات، ولكن كان سهل على الزمالك هجوميا. صح. قلنا احنا محتاجين نشوف يانيك فيريرا مع الزمالك لما يلعب ضد الفرقه، وقتها شبهنا مودرن لما لعب ضد الاهلي كده. صح. هنشوفه يعمل ايه. لما لعب ضد المقاولين قتله كانه يفاجئ بشكل المقاولين. لو بصيت على تشكيله الزمالك غالبا هي باستثناء والله نايف اسمه ايه، اكرد الباك الشمال، الوينج الشمال عند الزمالك اسمه ايه، ادم كايد. ادم كايد نزل. ادم كايد الماتش اللي فات عمل اسيست اداله على طول. بالظبط. ما عندي مشكله في المهاجم، نزل الدباغ على طول، ودي كانت حاجه كويسه منه. ولكن انا ما عنديش مشكله في تشكيل الزمالك على قد ما كان عندي مشكله في افكار اللي طبقت في الملعب. في افكار كويسه وفي افكار كويسه بس ما كملتش، وفي افكار اصلا مش حلوه. تعال نتكلم عن الافكار الكويسه لكن ما كملتش. تعال بص معايا على الصوره دي. طيب بص معايا على الصوره دي كده، هتلاقي ان الزمالك بيلعب بطريقه 3-2-4-1. تمام. 3 ورا اللي هم بيكون عبد المجيد والونش معاهم بيسقط دونجا، واثنين وسط ملعب عمر جابر بيضم مع شحاته، وفي 4 بيضم في قلب الملعب عمر جابر. مظبوط كده. وفي 4 مين الاربعه دول؟ بيبقى فاتح عندك الخط بنتايج، وده عكس الماتش اللي فات اللي كان بيبقى فاتح شيكوبانزا. صح كده. الماتش ده لبنتايج، والوينج بتاع الزمالك اللي هو ادم كايد بيبقى انسايد لجوه شويه جنب عبد الله السعيد مع ناصر ماهر. تمام. تحت المهاجم مين؟ ناصر منسي. دي كفكره كان عضاية دباغ. بالظبط. دي فكره حلوه. 3-3-2-4-1 معظم الفرق دلوقتي بتطبقها في عمليه تطوير الهجوم. لكن الزمالك ما كانش عنده مشكله انه يوصل لحد الثلث الاخير، لكن عنده مشكله في انه يدخل منطقه الجزاء. لحد هنا تمام، لحد منطقه الكره في وسط الملعب هنا حلو، وبعد وسط الملعب بشويه حلو. عايزين بقى نطور الهجوم عشان ندخل منطقه الجزاء، بتحصل المشكله. تمام. فين المشكله؟ عبد الله السعيد ما كانش بيدخل حكم السن، ما عندوش اللياقه البدنيه كافيه انه يدخل كمان منطقه الجزاء ورا الدباغ. وناصر ماهر بحكم ان هو مش وينج يمين فهو ما بيكملش ناحيه اليمين. هو الغريب ان هو برضو لعبه وينج المره دي. فكره زي ما قلت الحلقه اللي فاتت، حشر اللعيبه. انا عايز اللعيبه دي كلها تبقى موجوده حتى صحيح. لو في لعيب مش في المركز بتاعه. فدي كانت غريبه واثرت على اظن فكره ان الزمالك يعني يطور الهجمه قدام. كان في مشكله، ناصر ماهر الوينج مش عارف، هو مش بيعرف يلعبها خالص يعني. صحيح، ده مش بتاعته.
ففي الطريقه دي تلاقي ناصر ماهر كمان ضم لجوه الناحيه اليمين عند الزمالك بقى فاضيه. كل شغل الزمالك في الشوط الاول كان جاي من ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال بنتايك او ناحيه الشمال ناحيه بنتاك مع ادم كايد ومع ذلك ما فيش دعم كافي كان بيوصل للدباب في منطقه الجزاء. كفكره حلوه لكن ما كملتش. تمام. بص معايا الصوره الثانيه كده، الصوره الثانيه هتلاقي ان الزمالك زي ما قلنا بيلعب بالثلاثه ورا، دول ونش وعبد المجيد ووسط وسطهم ايه؟ دونجا. انا لما اسقط دونجا لو وسط الملعب بتاعي لتحت ده معناه ان انا ايه؟ عايز اطلع بالكوره. صح كده؟ ده اي مدرب بيعمل كده. لما الاقيه سقط لتحت واقعد اباصي بالعرض، بعد كده اقوم لودي الونش شلت اماميه، اقعد اباصي وارجع لحسام عبد المجيد. والمشكله ان المقاولين ما بيضغطش، يعني المقاولين اصلا ما بيضغطش عليا. صح، ما كانش فيه ضغط عليه اللي كان حاصل في الماتش اللي فات، ماتش سيراميكا. فانا ايه الداعي ان انا اطلع بالكره عاليه وارمي الكره عاليه لمين؟ واللونج بولز كتير قوي يعني يا راجل ده انت عندك الونش لعب 16 كوره 16 كوره طوليه، وعبد المجيد لعب 18 كوره طوليه. دول لمين؟ طالما انت ناوي ان انت تلعب كوره طوليه، طب ليه كنت بتسقط دونجا لتحت؟ يبقى خلاص سيب دونجا مع وسط الملعب، وان انا مثلا ازق الكره الثانيه عشان الكره الثانيه حتى. برافو عليك. ازق عبد الله السعيد قدام شويه مع شحاته ودونجا يامن وراهم واخد الكره الثانيه السكند بول. صح. لكن انت بتسقط لي دونجا بين الاثنين السنتر باكس وبتلعب كوره طوليه بالعدد ده لمين؟ فانت شفت الزمالك الشوط الاول هو سيء جدا. مش هقول لك احنا ما وصلناش لمرحله ان هو مش عارف يوصل على المرمى، او الزمالك مش قادر يفرض سيطرته على الجيم. يعني يفرض سيطرته على الجيم، انا ماسك الكوره وبمرر كتير لكن انا مش قادر اخترق، انا اسمها مسيطر. الزمالك مش قادر يسيطر على الكوره، بيفقد الكوره كتير، بيفقد الكوره بسرعه. صح. كور طويله 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 طويله. ما كانش في اي فرص خالص في الشوط الاولاني نهائي خالص. ساعد كمان المقاولين في فكره ان ناصر ماهر بيكون هو الوينج الكاتن سايد بتضم لجوه مع عمر جابر اللي مش بيزيد، او حتى لو زاد هو ما عندوش الكفاءه الهجوميه انه ياخد الخط. فريق كله مايل شمال، فالمقاولين العرب ما كانش عنده الصعوبه انه يامن دفاعه. اي فريق يا اشرف لما بيقرر يدافع اسوأ حاجه ما يحبهاش ان انت تخليه يفتح دفاعه ويعرض دفاعه. صح. بحكم ان انا اي فريق هيعرض دفاعه هيبقى في مساحات، ممرات في العمق. بالظبط كده، في مساحات. ده اللي الزمالك ما عملوش. الزمالك كان لازم يعمل عمليه ستريتش الملعب بالباك اليمين والباك الشمال علشان اخلي المقاولين العرب غصب عنه يفتح خط دفاعه ولا ممرات بقى في النص لعبد الله السعيد لناصر ماهر للدباغ. لكن انا ما عملتش كده. في المقاولين العرب حرفيا بيلعب كتله واحده قافل ناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين بالنسبه لدفاع المقاولين، فما فيش اي وحتى هو في الماتش ده الاختلاف في الماتش اللي فات ان هو زي ما انت قلت كان الماتش بتاع سيراميكا شيكوبانزا بياخد الخط وبنتايج هو بيبقى في الهاف سبيس اللي بين الباك والسنتر باك. المره دي عشان ادم كايد انا اصلا مش حاسه وينج، يعني انا مش شايف ان هو وينج اللي هو ياخد الخط. هو دايما بيبقى موجود في العمق اكتر، فخلى بنتايج هو اللي في الخط وادم كايد يعني بدل مش بدل هو على حسب الادوار بتاعه اللعيبه بيعمل. ودي حاجه كويسه ان هو مش ثابت ان الوينج بتاعي هو اللي ماسك الخط او العكس. صحيح. هو على شكل قدرات اللعيبه اللي موجوده في الملعب، لكن ما كانش ليها اي مردود يعني في الاسلوب. انت لان هو بتعمل كده وبتحاول ان انت مثلا تجمع اللعب هنا عشان ايه؟ عشان تعكس لعب ناحيه اليمين. مفيش اصلا ناحيه يمين عندك. فانت مش قادر توفر مساحه ولا البنتاك ولا الاكرد ولا العبد الله ولا انت مش قادر تفرغ لهم مساحه. كان لازم ان الزمالك يبقى عنده باكين او وينجين يفتحوا الخط. بدا يعدل دي الشوط الثاني لما نزل الوينج البرازيلي. بالمناسبه لعب كويس امين ولمسته حلوه للكوره. يا دوب لما نزل ابتديت تشوف الزمالك في ولو شكل قريب بالظبط للخطوره. مش هقول لك الزمالك كان بيعمل محاولات، لكن محاولات زي ما بيقولوا محاولات. بس ليه بقت في محاولات افضل؟ لان الزمالك بقى عنده وينج يمين صريح واخد الخط، وينج شمال صريح فتح الوينجين، فتح الملعب بالظبط. فتح الملعب. فمقاولين غصب عنه لازم انا كمان ايه استريتش مع ما انا مش هسيب فينا ده يستلم لوحده، فانا بفتح انا كمان عرض الملعب. فبقى ابتدى يبقى في مساحات. بص معايا الصوره دي برضو من ضمن سلبيات الزمالك. بص الصوره دي هنا الزمالك قرر الشوط الثاني انه يلعب على ارضيات، وكنا شفنا بنتايج رفع كذا عرضيه منهم، حتى الونش بدا يتقدم عشان ياخد الكرات العاليه. اخر كره في الملعب خالص كان هو في صحيح اخر كره في الماتش. صحيح. فهو الشوط الثاني كله بتكون من الدقيقه 60 بدا الزمالك يلعب عرضيات. طب طالما انت ناوي تلعب عرضيات لازم لو هلعب عرضيات يكون عندي كثافه في منطقه الجزاء. صح. بص الكره دي بنتايج هيرفع اللي موجودين في منطقه الجزاء 2. صح. اللي 2 يعني انا بقى عايز ارفع عرضيه 2 وسط 5، والاثنين دول منهم عبد الله السعيد اللي قد كده. انا لسه هقول لك كمان في حاجه يعني تكمل اللي انت بتقوله. لو انا يعني عندي اللعيبه اللي هي ورا راس الحربه الصريح بيخشوا جوه ال 18 وبيقدروا يلعبوا كور بدماغهم كويس، مش هطلع المهاجم بتاعي والعب مهاجم واحد مثلا. لكن انت طلعت عدي الدباغ ونزلت ناصر ماهر، فانت ما عملتش حاجه. على الاقل كنت تخلي الاثنين مع بعض كان هيبقى في شكل شويه. الله ينور عليك. لسه هاجي بقى حته التغييرات اللي انا بقول لك عليها. طالما انت قررت تلعب عرضيات انا ليه ما العبش باثنين مهاجمين؟ هو انا الكونسيبت عندي ثابت ان انا اطلع وينج بوينج، مهاجم بمهاجم، وسط ليه؟
صح. الحته الوحيده الكرياتيفيتي لما خرج دونجا ونزل اعتقد سيف فاروق جعفر. سيف جعفر ده التغيير اللي شويه هجومي، هو لكن 8 مش 6 او 8 بيلعب 6 نزلت 8 حته جرأه هجوميه، لكن يا جدعان المقاولين ما بيهاجمكش. المقاولين يعني هو بيدافع بس، صح. مش عايز حاجه من الجيم، ومفيش انياب عنده انه يهاجمك. يبقى على طول اسحب بقى. ممكن اسحب الله يمسيه بالخير كان مانويل جوزيه في الاهلي، كان يسحب سنتر باك وينزل مهاجم عادي، عشان محمد او احمد السيد وينزل مهاجم. على طول ينزل مهاجم، كنت تلاقي في اخر الماتش انت بتلعب بمدافع واحد اصلا. صح عادي، بس لانك انت عارف ان الفرقه دي مش هتهاجمك. طور بقى هجومك انت طالما ناوي تلعب عرضيات. يلا بقى يا جدعان عرضيات، نعمل كثافه جوه المنطقه ونلعب باثنين ثلاثه وارفع عرضيات وتجيب منها. صح. لكن انت قررت تلعب عرضيات لمهاجم وحيد مع عبد الله سعيد الواد كده. خد واحده عبد الله سعيد، لكن حتى الكوره اللي خدها هو مش مميز في ضربات الراس يعني. بالظبط صح. دي برضو من السلبيات الغريبه اللي عندي. يانيك فيريرا صحيح لسه راجل بيتعلم، صح راجل لسه بيكتشف الدوري المصري، برضو راجل لسه بيندهش من اللي هيشوفه، اللي هو فريق يلعب حرفيا بال 22 لعيب في منطقه جزاء. بس هو لازم يبدا يلاقي حلول، لان الزمالك احنا عارفين شفنا في فريق مشلول تماما بدون اي حلول هجوميه تذكر. صح. اخر حاجه هيشيد بيها بنادي الزمالك، الزمالك دفاعيا مع الراجل ده كويس. ماتشين على التوالي ضد فرق مختلفه، فريق بيهاجم وفريق بيدافع، سواء سيراميكا ولا المقاولين. الزمالك ظهر في الماتشين مردود دفاعي كويس جدا. الفريق في عمليه الضغط فريق كويس يعني. هوريك لقطه دلوقتي، بص معايا كده الصوره دي يا اشرف. فانت هنا مثلا هتلاقي 1 2 3 4 5 5 لعيبه من المقاولين بيحاولوا يطلعوا بالكره. الزمالك ضغط عليهم بكام؟ 5 لعيبه. وده عكس اللي كنا اتكلمنا فيه الماتش اللي فات بخصوص النادي الاهلي. فريق بيدافع ب5 هتضغط ب5، لكن فريق بيدافع ب5 وبيطلع بالكره ب5 انا هم هضغط عليه ب4 بعدد اقل من العدد بتاعه. بالظبط. انا غرقت ضغط نفسي. بلا هدف. ضغط احلى كلمه. ضغط بلا هدف. بنضغط ليه؟ ما هو لنا نضغط بس يلا بينا نضغط. هم يلا بينا نضغط. بالظبط. فالراجل ده لحد دلوقتي هو بيقدم لنا مردود دفاعي كويس، ولكن لسه الهجوم محتاجين ان احنا نشوف شغل احسن من كده مع الراجل ده. انا يمكن التغييرات بس دي 84 دي انا 84 متاخر زياده عن اللزوم يعني. انت عملت تغيير في الدقيقه 59 والدقيقه 65، التغييره الثانيه المفروض تبقى الدقيقه يعني 75. وغير كده يعني الناس اللي هي نزلت والناس اللي طلعت، مين اللي نزل وطلع؟ طلع ناصر ماهر وطلع عبد الله السعيد في نفس الوقت، ونزل عمرو ناصر وعبد الحميد معالي. برضو مفيش حد في الملعب في الفتره اللي هي باقيه من الماتش بالظبط. يلعب 10 دقائق 6 دقائق على الاقل خلي واحد فيهم. الله ينور عليك. يعني خلي حد فيهم. عبد الله السعيد تعب مثلا، ناصر ماهر يكمل. صحيح. انت شايف ان عبد الله السعيد موزع مجهوده على الماتش بشكل كويس وقادر انه يبقى موجود، خلاص خليه، بس على الاقل يبقى في واحد يلاعب الفرقه. طب ما هو ده اللي عمله الماتش اللي فات بالظبط. صاحب عبد الله ساب ناصر. صح. هو ده المطلوب. ولما عمل الحركه دي الزمالك بقى ليه شكل افضل. صحيح. بكتير. صحيح. ده بالعكس، يمكن هو ناصر كان مستني خروج عبد الله عشان يبدا يلعب في مكانه اللي هو مستني. تقوم ساحبني معاه. طب لما سحبتني معاه الفريق بقى مليان كله لعيبه حريفه عايزين الكره في رجليها. ما عندهاش الشخصيه انها تمسك الملعب اذا كانت لعيبه جديده لعيبه صغيره. عمرو ناصر لسه اول ماتش، وعبد الحميد معالي نفس القصه كان مصاب بقاله فتره. صحيح. لسه مفيش حد في الملعب بيقدر يبقى شايل مسؤوليه ان انا اللي يا جماعه اللعيبه ترتكز عليه. صحيح. تقدر تقول للزمالك لو جات له ضربه جزاء، مين في النص القداماني ده عنده الجرأه ياخد قرار انه يخش في ضربه جزاء للزمالك في الدقيقه 88 في ماتش يعني ب3 بونت خلاص، وانت ماتش محتاج 3 بونت؟ مين؟ مفيش. هو كان المفروض لو مين عبد الله السعيد اكيد ناصر ماهر. صح كده؟ ده المنطقي. فانت سحبت حتى اللعيبه اللي عندها شخصيه كاركتر يقدر يستحمل ضغوطات بتاعت نادي الزمالك. صناع اللعب الاساسيين بتاع الزمالك. صح. دي كشخصيه او نفسيه. تعال بقى زي ما انت قلت صناع اللعب. الفريق بقى مليان لعيبه كلهم ايه؟ حريفه عايزين الكره في رجليهم. طب مين بقى اللي هيديكوا الكره في رجليكم؟ لا ولسه برضه انا برضه في حاجه عايز اقولها، مش عارف، انا مش حاسس ان لسه ان في لعيب. هو احنا بقى لنا ماتشين لسه فتره، بس مفيش يعني انا حتى ادم كايد لما نيجي حتى نعدهم شويه، يمكن اللي ظهر بشكل اظن هيبقى كويس الفتره اللي جايه اللي هو اللعيب البرازيلي. ده اللي هيبقى ليه شويه شكل، عنده جرأه، بياخد الكرة بيروح واحد على واحد عايز يعدي. صحيح. يعني حرك الماتش شويه، لكن كل الاجانب او الصفقات الجايه الزمالك مفيش حد تحس ان هو عنده حاجه هيجي منه او هيحتاج وقت اطول من المعتاد. لازم يبقى فيه جون يجيبه كده، يعني الحاجات اللي هي اللي من غير ما يبقى عندك هدف او عندك تأثير واضح. مفهوم. يبقى ليه شكل يعني. انا شايف لمسته حلوه للكوره، لكن هو محتاج وقت. معالي عبد الحميد معالي انا ما لعبش وقت كتير. الماتش فات نزل 5 دقايق. هو برضه ماتش 5 دقايق 84 برضه بالظبط. كان محتاج وقت اكتر من كده. بس انا اللمسه بتاعته للكوره حلوه. انا شايف ان هو ده ممكن يبقى اساس الفتره الجايه مع
فينا ناحيه اليمين مع مثلا ناصر ماهر في العمق تحت المهاجم الدباغ. انت ده هيبقى شكل الزمالك كويس. انت تشوف ان يبقى موجود المهاجم الاساسي للزمالك ناصر ماهر ولا عودة الدباغ بعد ما سيف الجزيري تقريبا عنده مشكله خلاص مع الفرقه يعني شكله مش موجود مع الفرقه يعني. بص انا لسه برضه ما شفتش حاجه من عودة الدباغ لكن اللي احنا شفناه منه قبل كده السي في بتاعه بشكل عام لا اكيد الدباغ افضل من ناصر منسي. ناصر منسي اللعيبه المحترمه جدا، اللعيب اللي هو المؤدب والخلوق والمجتهد جدا، اللعيبه المجتهده ولاعب انت تحب تشوفه ناجح. لا فعلا مثال محترم جدا، ولكن المهاجم بالذات امكانيات ما في حاجات تكتسب، عارف في حاجات تكتسب بالتدريب، انك تستلم تحت ضغط ازاي، مش عارف تعمل ايه ازاي تعمل إيه. ده ممكن تتدرب عليه، لكن في حاجات في حته الفينش اللمسه تحس يقول لك الواد ده مولود هو رباني. اللمسه دي اللي هو نوعيه المهاجم بتاع الاهلي نوعيه مهاجم الزمالك، لا الزمالك محتاج ليفل وكواليتي اعلى بكتير من ناصر منسي. نتكلم بصراحه اعلى بكتير من ناصر منسي. طيب كل عندك حالات تانية للزمالك عايز تتكلم فيها؟ لا كده انا بنسبه كبيره خلصت كلام عن الزمالك، بس الزمالك محتاج، لازلت مقتنع ان الزمالك محتاج باك يمين. ده كده الزمالك محتاج لازال باك يمين، محتاج حارس مرمى يعني، او بقى مهدي سليمان لما يلعب نشوف حاجه. لكن انا لا بس هو جاي على اساس انه بديل، انا عارف انه بديل، هو جاي انه دكه كده لكن هل لو لاعب ممكن يبقى في حاجه يضيفها؟ لان محمد صبحي انا نزلت مقتنع عنده مشكله في العرضيات، الكوره بتقع منه كتير، عنده مشكله في مسكه الكوره، مش عارف عنده مش واثق. تحس جمهور الزمالك نفسه اللي بيتفرج علينا هو مش واثق ان محمد صبحي يكون حارس الزمالك. دي حاجه خلينا نتكلم فيها بصراحه. لكن كفرقه الزمالك كفرقه حلوه، فرقه عندها سكواد عكس السنتين ثلاثه اللي فاتوا، فرقه عندها يعني انت دلوقتي بتتكلم مثلا على الوينجات، انت دلوقتي السنه اللي فاتت لعبت ناصر ماهر كوينج عشان ما عندكش بدل رحيل زيزو، صح. دلوقتي بتتكلم في عبد الحميد معالي، وعندك شيكو بانزا، وعندك مين تاني اللاعب ادم كايد وفينا البرازيلي، 4-5 لعيبه حلو كمان، في محمد شحاته وسط ملعب مع فاروق جعفر. الزمالك بقى فيه لعيبه كويسه، يقدر المدير الفني يشكل خامه كويسه يطلع منها حاجه كويسه. طيب كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. نخش على الماتش الثاني، ماتش الاهلي. يعني احنا شفنا شكل مختلف عن الماتش الاولاني، مش عشان كسب الاهلي، عشان اللي احنا كنا بنتكلم فيه تقريبا قبل ما نحلل ماتشات كاس العالم للانديه، اما كنا بنتكلم كنت انا وانت وعمر على فكره ان الاهلي لو نزل بالسكواد اللي هو ما كانش لاعب لسه، ما كانش ماتشات اتلعبت، بس السكواد اللي هيبقى موجود في السيزون، لو بدا بالكل القوه الضربه بتاعته وراهم ديانج، هيبقى ليك شكل صعب جدا اي فرقه اظن كبيره او صغيره ان هو يجاريك او على الاقل يسبب لك متاعب. صحيح. المتاعب الاكبر هتبقى من عندك انت، لعيبه مش موفقه، ما بتنفذش التعليمات بشكل كويس، مفهوم. لكن انت عندك اسامي وكواليتي صعب جدا اي حد يواجهه. انت بدات الماتش ده ب4-1 صريح، يكاد يكون وانت معاك الكوره كانت بتبقى 3-1-4-2 صحيح، او 3-1-5-1. انت ما بتحتاجش غير ورا ياسين مرعي واشرف داري وكريم فؤاد، ممكن يبقى موجود ورا وممكن لا، يعني ممكن يبقى انت في الاثنين ورا وقدامهم ديانج شويه، هم دول الموجودين. غير كده انت فاتح الملعب بمحمد هاني وجنبه تريزيجيه شويه، وبعد كده بنخش على شريف. انا بتكلم على التقسيمه بتاعه الملعب، مظبوط. وبعد كده بن رمضان وبن شرقي وورا كريم فؤاد وزيزو حر. فانت شكل ايه اللي بيخليك فاتح ملعب وانت مستريح كده ومش قلقان؟ ليه؟ قول انت. قول انت، مش هقول ديانج. مش عايز اقول ديانج بس كده ديانج، عشان انا المره اللي فاتت خلاص يعني، عشان انا قبل كده لما كنت بتكلم ان فكره ان ديانج هو الستة الوحيد اللي لا غنى عنه ايا كانت المشكله بتاعه الطلوع بالكره، رغم ان انا بشوف ان هو طالما مش عليه ضغط هو احسن واحد بيسلم، صحيح. على الاقل بيسلم الكره لقدام. عندنا مشكله بالمناسبه في مصر، انا بشوفها دايما في الماتشات من زمان، لما يجي لعيب يباصي اللعيب قدامه، مفيش حد بيباصي للعيب كره لقدامه يخليه يستلم وشه الملعب، دايما تلاقي الباصه مع قرابه لورا شويه فيرجع، بالتالي عدل الجسم تختلف يبقى ظهره الملعب. ديانج الوحيد اللي بيلعب الباصه صح لقدام، غير طبعا القوه بتاعته، يعني الاكثر افتكاكا للكره، كل الاحصائيات الدفاعيه كانت بتاعته وحش. فانت شكلك قدام وانت ضاغط ونازل بقوتك بن شرقي وتريزيجيه وزيزو وبن رمضان القطعه المسيه يعني،
وفي عندك شريف هنتكلم شويه، لكن بقى ليك شكل مختلف. ايه المشكله ان الاهلي يلعب كده كل ماتشاته زي مثلا، يعني باختلاف طبعا المستويات، هانز فليك بينزل كل ماتش مع برشلونه كده، بينزل كده انا هنزل العب، انا عندي مشاكل دفاعيه هداريها بالقوه الهجوميه بتاعتي بس. هو الراجل هيثبت، الراجل هيثبت هيثبت الشكل اللي لعب بيه ده. تمام. مفيش اي مبرر ان انت تبقى نازل ماتش لاعب ماتش ممتاز بس انها مثلا 10 دقايق ولا حاجه، سجل 4 اجوان، الفرقه كلها ماشيه بشكل كويس، تقوم مغير في الشكل خالص. طيب. لان يعتبر هو ده السكواد الاقرب يعني ده السكواد اللي احنا شفناه اخيرا بيطبق فكر المدرب. في انتظار لسه امام عاشور ان شاء الله باذن الله من الماتش الجاي، اظن هيبقى في القائمه، اظن هيبقى في القائمه لانه بدا يتمرن خلاص، خد تمرينه كامله، فده هيبقى وجوده في الملعب هيبقى فريق الاهلي صعب جدا انت تجاريه، صعب جدا انت تجاريه. فانت مش محتاج ان انت يبقى عندك 2-6 او لا او يبقى تلعب كوكا في نص الملعب او تلعب قفشه، خلاص انت مش محتاج كل ده. خلاص بالظبط يا باشا، انت عندك ديانج كفايه، سيب بقى السته وفكر في الثمانيات اللي عندك. تمام. عاشور مع رمضان خلاص تمنيتين لما عاشور يرجع، بس ان شاء الله يكون راجع بمستوى كويس عشان اصابات الكتف بتكون اصابات بايخه. صح جدا. واللاعب بيبقى شويه وعنده رهبه، بالظبط عنده رهبه من الاحتكاك ان انا اقع مش عارف ايه، اصابه بايخه جدا يعني. صح. وعايز اقول لك الحاجه يمكن الناس تستغربها، امام عاشور محتاج يتدرب ازاي يقع، والله بتكلم بجد، محتاج يتدرب ازاي يقع. صح يعني عايز اقول لك بالنسبه يا جدعان اللي بيتفرج على الدبليو دبليو الحاجات دي، اللعبه دي بتدربوا طبعا مع عارفينها. ايوه فاهم، لكن هم بيتدرب ازاي يقع. ايوه عشان الوقعه ما تسببلوش اي اصابه. صح. امام عاشور محتاج دي، لان امام عاشور مع المنتخب لما اتصاب برضه بالكتف مع المنتخب، اي خبطه لامام عاشور بينزل او حاجه على كتفه، المفروض انك تقدر الاول تستخدم ايدك قبل كتفك، يعني تنزلش بجسمك كله. هو بيقوم نازل دايما امام عاشور بيقوم رامي كتفه الاول، دايما لو بيقوم رامي الجزء ده الاول، فبينزل بياخد الصدمه دايما. صح. محتاج يتدرب الحته دي، ومش عيب والله انك تتدرب ازاي تقع. في ناس هات يا عم وشركه وتدرب ازاي، عشان دي بتفرق معاك شهرين 3. امام عاشور يعني المونديال اللي فات ده صح قدر الله ما شاء فعل، بس طيب. يعني اكيد نتكلم عن شكل الاهلي في الماتش ده. اتفضل يا كمال معاك المايك، قول لنا بقى شكل الاهلي في الماتش ده. شكل ده الاهلي في الماتش الاهلي لعب بطريقه كام؟ 4-2-3-1 على الورق. صح. الله ينور عليك، انت قلت لا، هو لعب في الملعب 4-1-4-1. الواحد ده مين؟ ديانج، قدامه 4 بالرمضان مع زيزو، وينج يمين تريزيجيه، وينج شمال بن شرقي، والمهاجم مين؟ شريف. انا بشكر ريبيرو طبعا بعد نهايه انه لعب بديانج انه لعب ببن شرقي. قعدنا نصرخ يا عالم يا هو بن شرقي ما يقعدش، ايه رايك لما لعب بن شرقي؟ صح. الوحيد اللي كان قادر يفك لك دفاعات الخصم ويزحزح لك التكتل الدفاعي ناحيه الشمال بن شرقي. وده تريزيجيه لعبها كذا مره، قلنا تريزيجيه مش لاعب مساحات ضيقه، لاعب مساحات واسعه، اديله ويجري. بن شرقي لما لعب حتى تحس ان الانسجام الواضح بين بن شرقي وبين بن رمضان دايما بيميل ناحيه بن شرقي. بالظبط. معلش، اللي فاهم كوره يحب يلعب مع واحد فاهم كوره، اللي دماغه كوره يحب يلعب مع واحد مع جون كوره. بن شرقي ورمضان متفاهمين، ما تلعبش بقى في الثنائيه دي، شغالين حلوين مع بعض. تمام. حته تريزيجيه مين ما حدش فينا توقعها. بصراحه انا توقعت ان زيزو اللي هيبقى ماسك الخط وتريزيجيه 8 بالظبط كده، ده اللي توقعناه فعلا. هو فاجئنا. لا، زيزو اللي هيدخل لجوه، افتكر ده نفس اللي عمله زيزو في ماتش بورتو، زيزو هو اللي ياخد لجوه، يكون هو اللي تحت المهاجم. اظن حاجه من الاثنين، هو شايف زيزو في الزون دي او في المركز ده ومش هيغيره، او لحد ما امام عاشور يبقى موجود هو زيزو شايف ان هو اللي هيقدم دور امام عاشور. اظن انا شايف دي هو بيستخدم زيزو دلوقتي انه يقدم دور امام عاشور. مع عوده امام عاشور هنا هتكون بقى المشكله ان غالبا زيزو هيرجع يمين، تريزيجيه ممكن يقعد، ويبدا التفضيله بقى بين تريزيجيه وبين بن شرقي. تريزيجيه ممكن يقعد، الله نتمنى يقعد. لا سيبك من انت تتمنى. انت متخيل انه ممكن مع فكر الراجل ومع تريزيجيه اسمه وانه جاي كابتن الفرقه واللي جاي يشيل كل حاجه اللي قلناها، هو اللي يقعد ولا هيقعد بن شرقي؟ غالبا لو الاداره اتدخلت هيقعد بن شرقي، بحكم ان ده ابن الاهلي واحنا جايبينه مش عارف ايه، يعني هيبقى في شغل بره. لو في شغل بره الملعب يبقى تريزيجيه هيلعب فني بقى، عايز شغل فني، الراجل ده بيتكلم فني صرف، يبقى بس اللي يعني انا تكمله لوجهه النظر دي اللي هيساعده في ده بن شرقي. اكيد مردود بن شرقي في لحظات كده بيجي بيريح، بيلعب لعبه على الواقف خالص في لحظات في الماتش كده. لو هو ما فضلش بالبلدي ماسك في الفرصه، وانا هبقى ال90 دقيقه انا واقف على رجلي وهقدم الحاجه المختلفه اللي احنا بنتكلم فيها، مش هيبقى موجود. سهل جدا ما يبقاش موجود. والله بص اقول لك على حاجه، انا هعرف القرار ده قرار اللي هيلعب زيزو ولا
اللي هيلعب تريزيجيه ولا بن شرقي من الماتش الجاي في حاله واحده. عايز اشوف الراجل ده هيعمل ايه مع مصطفى شوبير. هيقعدوا الراجل ده لو لعبه على ارتكابه خطأين او مش هقول خطأين، بعد المؤتمر الصحفي بتاعه هو كلامه كله ان هو مش هيحاسب مصطفى شوبير على الغلط اللي حصل. هو عنده 3 حراس بيثق فيهم، وهو شايف ان مصطفى شوبير يستحق ان هو يبقى موجود او اي حد من ال3. اتمنى وانا اصلا مش شايف ان الجون غلطه مصطفى شوبير، وانا هنيجي للجون. لا هو مش انا برضو نفس الكلام اللي شايف ان مصطفى شوبير يتحمل جزء من الغلط. خلينا صراحه يتحمل. ماشي هنجي لها. يلا تمام. بص معايا الصوره دي بقى عشان هتجسد لك فكره المدير الفني. بص كده معايا الصوره دي، هتلاقي ان الصوره دي ال5 لعيبه دول واقفين على نفس الخط، يعتبر بما يوازي يعني نفس الخط. هتلاقي من اول هاني هنا لحد من شرقي الناحيه الثانيه شمال، هاني وبعد كده تريزيجيه وشريف وبن رمضان وبن شرقي. بس اقف لي بقى. اللي عمله الاهلي هنا اللي ما عملوش الزمالك، وكنا بنقول لازم الزمالك يعمله. بص الاهلي بيهاجم ازاي؟ صح. فاتح الملعب بهاني وبن شرقي، ودي على فكره طريقه برضو طريقه هانز فليك مع برشلونه، بيفتح بلامين يامال وبالدي، تلاقي رافينيا بيدخل لعمق. صح. ففي فرق، في اللي يفتح مثلا بالباكات زي ليفربول كان ارنولد وروبرتسون ايام يورجن كلوب، وفي اللي يفتح بالوينج والباك. هو الاهلي بيفتح بالوينج والباك. الباك اللي هو مين؟ هاني. بفتح بالوينج بتاعي اللي هو بن شرقي، وبدخل بقى والله زيزو مع بن رمضان مع الشيف في العمق. كده انا اجبرت فاركو انه يعمل ايه؟ ستريتش معايا بعرض الملعب، بتدفعني ب5 وانا هاجمك ب5، وكل لعيب ياخد لي ممر من ال5 ممرات، ويلا بينا 5 على 5 يبقى دايما افضليه اللي بيهاجم. صح. معروفه دي، لو نفس العدد الافضليه اللي بيهاجم مش اللي بيدافع. وجاي من ورا زيزو، وجاي من ورا ديانج، وجاي من ورا كريم فؤاد. كريم فؤاد اصلا ده جاي ودعم من بن شرقي، ويعني حرفيا حفله ميجا. يلا بينا. مش انت بتدافع بكل دول؟ هي كده الكره الحديثه بقت كده. والله انت بتدافع ب11 مش عاجبك ب3. كانت دايما مشكلتي مع انشيلوتي، الفريق بيدافع ضد الريال ب15 وهو بيهاجم بفينيسيوس وبنزيما وعايز نجيب. صح يا معلم هاجم. وده اللي عمله حرفيا. سيبه في حاله بقى، ماشي خلاص سيبه في حاله عشان نقرب المثل ده. يلا. وهي دي الكره اللي اتلعبت عرضيه، دخل على طول زيزو بدماغه جون. صح. ده اللي عمل النادي الاهلي. شفت اللفه بتاعت بن رمضان؟ استلامه للكره بلفه عالمي بجد والله. سجلوا يا جدعان، معلش حد يرجع يتفرج على جون بورتو الرابع. الواد استلم كره من بن شرقي بظهره، يعني الكره طلعت لبن شرقي وتحت رجله، وهو بظهره من تحت رجله راح لف 180 درجه ويلا 90. صح. كواليتي عالي جدا، مختلف يا رب. طيب يلا بينا على الصوره الثانيه. طيب بص معايا كده الصوره الثانيه. كام لاعب من النادي الاهلي في منطقه الجزاء؟ 1 2 3 5 4 لعيبه 5 لعيبه. باللي بيلعب الكره قول يا عم 3، اجي معاك نقول 3 نقول 3. الاهلي لما قرر يلعب عرضيه، سواء بقى ارضيه بس حلو قوي شغل العرضيات الارضيه اللي احنا عملناه ده شغل ارسنال كده. حلو قوي الشغل ده، حلو قوي شغل الكاتن سايد ده والباص حلو جدا. وقطع قريبه بالظبط. محمد شريف جاب الجول عشان قطع قريبه بالظبط، مش اي حاجه ثانيه. ال3 لعيب الاهلي قرر يلعب عرضيات، راح عمل ايه؟ 3 لعيب. حرفيا الاهلي الماتش ده عمل اللي ما عملوش نادي الزمالك تماما، يعني كل اللي ما عملوش نادي الزمالك عملوا الاهلي. عشان كده الاهلي سجل بدل الجون 4. صح. الزمالك لو كان عمل كده، مش بقولك تعمل زي الاهلي، انا بتكلم الفكره. هو التدريب مش صعب، هي دي كلها افكار. وعلى فكره احنا الافكار دي من جايه من المدربين بيطبقوها بره بقى لهم سنتين. يعني ميكائيل ارتيتا وجوارديولا والناس اللي شغالين بالافكار دي بقى لهم سنتين. تمام. خدها طبقها هنا. صح. مع مراعاه طبعا فرق الامكانيات، ده اكيد احنا حاطينه في الاعتبار. بالظبط. حلو كده ده الجون الثاني للنادي الاهلي. تعال معايا بص على اللقطه دي كده. بص كده اللقطه دي، ده لقطه الجول الاول. تريزيجيه بيلعب الكره لهاني، بيحط العرضيه، وتحس ان اخيرا روبيرو فاهم ان هاني مش الباك اللي لازم ياخد الخط بشكل دايم. كان في تعليمات واضحه بين تريزيجيه ان انا اقدر اشتغل مع محمد هاني على الخط عشان نقدر نسجل. تمام. وفعلا تريزيجيه راح ساند هاني على الخط ولعب العرضيه، وهاني راح ايه؟ عمل عرضيه. طب هو ليه تريزيجيه لعب على الخط ناحيه اليمين؟ ليه؟ نفس الموضوع نفس شويه. تريزيجيه لما بيلعب ناحيه الشمال بيكون اكتر انانيه. بيكون اكتر اعتقد دي باينه للجميع. لان دي عدلته. وده مكانه، فانا بحب العب هنا، فانا برتاح هنا، فبيكون دايما امكانياتي الفرديه بتظهر هنا، فبيكون قراري الاول ايه؟ فردي مش جماعي. اقطم لجوه واحطها مثلا، او انا ناخد الكره واحنكش. تمام. لا تعالى لي بقى العب ناحيه اليمين مش على عدلك، فمش هتبقى مرتاح، فهتسند على حد بس كده. كان هو الجون بتاع هاني بالظبط. الجون بتاع هاني اهو. الجون بتاع هاني هو تريزيجيه. الجون ده لو الناحيه الثانيه ما كانش هيطلع، ما كانش لو قلنا بقى بدل هاني شكري والناحيه الثانيه ما كانش هيطلع شكري. ممكن صح، ما كانش هيطلع شكري. ممكن القرار الاول دايما عنده ليه ان هو بيبقى عايز ياخدها هو. الله ينور عليك. لكن هنا مش على عدلتي، فبيلعب دايما السهل. طول ما انت بتلعب مش على عدلتك هتلعب السهله. صح. فعلى طول تريزيجيه طلع هاني العرضيه جون. عارف مين عملها برضو؟ هسيبه في حاله، ما تخافش. ريال مدريد الونسو اول ماتش مع ريال مدريد كان فينيسيوس جونيور بيلعب ناحيه الشمال، وجونيور عامل مشاكل الشمال. كل الكره ياخدها يحنكش قطه يحنكش قطه،
فقعد ينادي عليه فيني 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 تعالى، جابوا اللاعب ناحيه اليمين. اول كوره ناحيه اليمين فيني اول ما جات له باص، هو ده اللي انا عايزه صح. مش على عدلته، مش على عدلته بالظبط. مش واثق في وضعه بالظبط. بص اللعيب دايما، اللعيب اللي دايما متعود ان الخط يكون ناحيه الشمال صعب جدا يفهم ان الخط بقى ناحيه اليمين. وتكون صعبه جدا. وبالعالم كله مفيش غير لاعب واحد فقط اللي لعب وينج شمال وينج يمين بنفس الكفاءه، كريستيانو رونالدو. نسخه مانشستر يونايتد كان بيلعب يمين بالظبط، بس لعب يمين زي شمال. صح. لكن اي لاعب في العالم مهما كانت قوته ومهاراته اختلاف كبير جدا لو حطيته يمين غير لو حطيته شمال. صح. اخر مشكله اكبر سلبيه عند النادي الاهلي لا زالت موجوده. الاهلي تحت اي ضغط بيفقد الكوره. صح. الهدف اللي سجله فاركو وانت كسبان 3 والماتش المفروض مش صعب عليك، مع اي ضغط منظم على النادي الاهلي بيفقد الكوره بسهوله. شفنا ده ضد فيوتشر، شفنا ده النهارده برضه ضد فاركو. حتى وانت بتلعب مباراه المفروض ان هي سهله وانت مخلصها ب3 ولا 4 او كان 3 وقتها يعني، لان لما بيحصل ضغط على النادي الاهلي بيفقد الكوره. مش هبص للموضوع بجانب سلبي، انت لسه بتعلم اللعيبه دي ازاي تطلع بالكره وازاي تتدرج بالكره من تحت الضغط. وانها الماتش اللي فات هتستقبل اهداف وهتغلط كتير. لكن الفيصل هنا، هل المدير الفني ده هيرضخ للضغط الاعلامي وان انت خلاص عندك لعيبه مش قادره تطلع بالكوره ففكك من الاسلوب ده، ولا هيكمل؟ طب لو اصر انه يكمل لازم نفهم ونبقى متقبلين فكره ان هيبقى لسه في اخطاء وهنستقبل اجوان بسبب الطريقه دي، ولازم نتقبلها. طبيعي. طالما انا شايف في شكل في الملعب وفي غلطات عادي، انما لا شكل وفي غلطات لا كده الدنيا كده كتير. طبعا. طب تعالى بقى عشان نكمل. بعد ما فاركو اخذ الكوره كان في جزء من العشوائيه من لاعبي النادي الاهلي لحد ما تيجي اللقطه بتاعت محمد هاني ومصطفى شوبير. عشان الناس كلها طلعت مصطفى شوبير مسرح على الغلط ده وان الكوره كانت طالعه. والصور اهي، يعني احنا هنتكلم بالصور بس. حط الصوره. انا بس اهو الصوره اهي يا جماعه. دي الكوره اول لما طلعت من الراجل، يعني طلعت الراجل شاطها بتاع فاركو وايه بقت موجوده في الهواء اهي. الكوره جايه لمحمد هاني. ايه المفروض اول اختيار يعمله؟ او اول وتاني اختيار ايه؟ يا اما يلعبها مره واحده بشماله وبيمينه بره يشتتها، صح، او ما عندوش حد ضاغط عليه. لو الكره وهي نازله لو وقف عليها، وقف يعني ثبتها وطفشها برضو، خلاص طلع بره مفيش مشكله. انا نفسي افهم الحل اللي هو في ناس كتيره كانت بتقول ان هو اختار يعني حل ذكي جدا وانسب حل ليه؟ طب لو عايز يطلعها كده هو عايز يطلعها ركنيه، ما يطلعها برجليه ركنيه. يعني هي جاله هي خلاص طلعها ورا ركنيه وخلصنا برجليك. ليه انت التوطيه دي بالظبط؟ انت اديت ايحاء ان انت مش عايز تطلعها ركنيه على قد ما انت عايز ترجعها لمصطفى شوبير. اقف بقى في نفس الصوره دي. نفس الصوره. بص مصطفى شوبير مش موجود. مصطفى شوبير في اللقطه دي كان على خط السته. تمام. يعني واقف جنب محمد هاني. يعني انا بفهم ان اي لاعب في كوره عايز يرجعها لحارس، شرط الحارس لازم يكون واقف بين الثلاث خشبات عشان اعرف ارجعها له. اللا حارس يكاد يكون واقف قدام، يعني جنب محمد هاني. بترجعها لمين؟ قدام العارضه بترجعها لمين؟ يعني ايه قرار رجوع الكوره هنا؟ بترجعها لمين؟ انا بشوفها غلط. انا بشوف ان لو هنحمل الخطا مين اللي يتحمل الخطا في الجون ده 90% محمد هاني، 10% شوبير. ان هو الكوره خلاص انت شايف انها طالعه مش لازم ترجعها تاني الملعب. يعني انا بشوف ان محمد هاني ورط شوبير اكتر ما ان شوبير لان هو محمد هاني كان عايز يرجعها لان هو شوبير لو فاهم ان انا عايز يخرجها كان سابها. ما ترجعهاش. انت عندك يعني انت دايما في الكوره انت عندك مساحه وزمن. انت عندك المساحه والزمن تخليك تطفش الكوره، سواء تطلعها مره واحده او تثبتها وتطلعها. عندك اكتر من حل مش حل واحد. فلقطه غريبه جدا 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 بصراحه ما فهمتهاش. وفي ناس تقول ان انا بتحامل على محمد هاني. يعني مش يعني تحمل. هي وجهات نظر. يعني الناس اللي شايفه محمد هاني عمل ماتش حلو. هاني عمل ماتش حلو. 2 اسيست يا عم. رقم يعني ارقام. هو طبعا بالارقام هو عمل ماتش حلو. طيب على عومي الخطا ده عديها لاخوك، ما اعتبرش خطا محمد هاني، عديها لاخوك. تمام. وهاني عمل اسيستين وعمل ماتش فشيخ. حلو كده يا جدعان، حلو كده. ليه ما بتمدحوش محمد هاني؟ انا هقول لك ليه. محمد هاني الماتش ده بيديني الماتش ده مره كل سنه. بالظبط كده. انا اظن عدد الماتشات اللي محمد هاني لعبها كويس احنا ممكن نعدها على صوابع ايدينا. مش الواحده يا سيدي، الاثنين 10 مرات. من اصل كام سنه في الاهلي؟ بقى له 10 سنين في الاهلي تقريبا. يعني من 2015 باين ولا 16. بالظبط. يعني بيديني ماتش كل سنه. ده انت بتتكلم على باك يمين النادي الاهلي. هل منطقي باك يمين النادي الاهلي بقى له 10 سنين ما يدينيش 10 ماتشات كويسين؟ ما يدينيش 20 ماتش كويس؟ امتى اقول محمد هاني بقى باك جامد؟ لما اشوف والله في استمراريه لمده 6-7 شهور. ومش هقول لك الشيبي ده كويس. لا الشيبي ده وجهه نظري ان نفس الفرص اللي خدها محمد هاني
لو خدها كريم فؤاد كراجل باك رايت، اظن نقدر بعد كده نحكم عليه، بس ياخد نفس الفرص ويغلط نفس الغلطات ويلعب بعدها زي اللي خدها محمد هاني. صحيح. جدعان احنا الجمهور، انا بقيت اشوف جزء من جمهور النادي الاهلي بيدافع عنه، وارجع لاعب في مصر واحسن لاعب في مصر واكتر لاعب مؤدب. وانا لاعب مؤدب انت مش هتجوزه بنتك لاعب مؤدب. انا مالي بلاعب، معلش انت بتلعب كره طبيعي قدم اصلا، طبيعي يعني تبقى محترم تلعب يعني. في الاهلي لازم تكون وجه للنادي، طبيعي تكون مؤدب. هو دي بقت ميزه في العصر دلوقتي، مش وجه للنادي، انت طبيعي تبقى مؤدب يعني ايا كان. طبيعي ده بالظبط كده. هو ايه اللي ما بيعملش مشاكل؟ انا محمد هاني لما كنا مع علي معلول شتان فرق بين الاثنين. علي معلول جاي بعد محمد هاني ب4 سنين يعني. صح. هاني كان فعلا 2015، معلول جاي 2017 2016 بعدها بسنتين يا سيدي ولا بسنه. قارن بقى ارقام الاثنين ببعض. لا علي معلول وصل ان هو بقى حل من الحلول بتاعه الفرق، مفتاح لعب يعني انت خلاص ما بقتش بقى طريقه معينه او تكتيك معين بالزبط. هو فرد واحد بقى حل، مفتاح لعب بقى فكره. فانا الشرط الاساسي للاعب الجامد استمراريه. انا ليه بقول عليه علي معلول اسطوره؟ لانه ما ادانيش الاداء ده لمده سنه، صح. لانه اداني الاداء ده لمده 8 9 سنين او من اول ما جه لحد ما مشي 8 9 سنين علي معلول في التوب، صح. واحنا ليه بنقول كريستيانو وميسي اللعيبه اللي ممكن تتكرر في التاريخ؟ ده لعيب من 2 لعيبه طلعوا مع بعض في 2008 مثلا 2007 2008 صح. معاك ل 2020 بينافسوا بعض 13 سنه. هنا ده الشرط الاساسي الاستمراريه. وغير كده طبيعي ان يبقى فيه غلطات، بس انا ما شفتش ان في حد اتصبر عليه ان هو يغلط كل الغلطات دي ويبقى موجود قد محمد هاني. انا ما بقولش ان في مجامله ولا حاجه، لان كل المدربين بتلعبوا عشان ما فيش غيره. لا عشان ما فيش غيره. ما هو ليه؟ لان ما فيش حد بيستحمل الضغط بتاع جماهير الاهلي. لو في لاعب غيرته بمكان محمد هاني، يعني مثلا ما اكرم توفيق الوحيد اللي يمكن هو اللي شويه كان بيقدم مردود كويس عن محمد هاني، بس كان مردود دفاعي اكتر منه هجومي. طبعا طبعا. لكن عمر كمال لما بدأ كويس، بس ما كانش باك، كان وينج. لو صبرت عليه شويه كباك 6 ماتشات ولا حاجه، 6 7 ماتشات وتحكم عليه تمام. كريم فؤاد نفس القصه بعيد عن الاصابات. فانت محتاج تعمل ده. الفرقه كلها ما عندكش فيها ثغره خلاص محتاج. وفي حاجه غريبه، انت جايب محمد شكري، جايب باك ليفت وجايبه مبلغ وقدره، وراجل من المفروض ان هو كان اهم باك ليفت في مصر، العب عليه باك يمين. ليه تلعب عليه كريم فؤاد؟ ما انت كده عندك مشكله، مشكله. هننتظر، هندي الراجل فرصه كامله ونشوف الماتشين التانيين الجايين كمان، نشوف كريم فؤاد اللي يقول لنا يستاهل يلعب ولا لا. لا انت اصلا في شكل اللعب ده بن شرقي مش عايز معاه وينج يخش لجوه. طبعا عايز بقى وينج يفتح الخط بالظبط كده. بن شرقي عايز حد يفتح لبره، فطبيعي عايز واحد اشول على عدلته. طبعا. انما بن شرقي ساعات بيخش وهو بيلعب بشماله، هو عنده ده، لكن هو لو معاه شكري واتصبر عليهم برضو 3 4 ماتشات اظن الانتاج هيبقى احسن، لانهم عندهم الجوده دي. طيب اخر حاجه بالنسبه في المباراه وحاله الطرد بتاعت هاني، رايك فيها؟ والله هي سريع كده. بص انا وجهه نظري ان هي حاله الطرد. هو هاني طبعا في كلام كتير طلع ان هاني مش عارف، قال للحكم انت حكام كفته وانت مش تقدر وقالوا ان محمد معروف هيكتب في تقريره ان محمد هاني سب ولعن وعمل وسوى. ودينا شفنا اهو القرارات طلعت، هو ماتش واحد لان هو ما اتكلمش يعني. اصلا واحنا بنتفرج على الماتش محمد هاني معروف بيقول له اطلع من هنا، هو اصلا ما ردش عليه وقلع الشاره وكان بيديها لحد وطلع من الناحيه الثانيه ومن غير ما يتكلم، وحتى لما رجع ما اتكلمش. ففكره ان هو غلط في الحكم لفظ لا هو ما عملش. لكن هو الفكره انت في الدقيقه مش كنا في الدقيقه 85 و 86 باين والماتش 4-1 ومش محتاج ان انت تضيع وقت يعني خالص يعني، والحكم قال لك اطلع من هنا اطلع من هنا بالظبط بس، او على الاقل رد عليه يعني، قول له حاجه بس، هي دي قول له حاجه بالظبط. لكن انت اديته الفرصه ان هو يقول لك انت ما ردتش عليا ومشيت الناحيه الثانيه. طب خد الانذار، طرش دماغه نفض ولا كأن في حد بيكلم. معلش لو واحد بيكلمك وانت بتكلمه ماشي يا عم مش سامعك، هو اداله الفرصه برضه يعني، هو اداله الفرصه ان هو يمسك عليه، ما ردش عليا وطلع من الناحيه الثانيه فخلاص. بص خلينا متفقين، تختلف وتتفق على قرارات الحكم في المباراه شيء، احترام الحكم شيء تاني. صح طبعا. ميسي كريستيانو لعيبه غيروا تاريخ كره القدم، مفيش لاعب منهم لما بيقف يتكلم عن الحكم بيتكلم معاه بكل احترام. ابراهيم نور الدين لما اتكلم في بعد كده في برنامج في التلفزيون عن تعامله مع كريستيانو رونالدو، عن مدى قد ايه انه لاعب راقي ولاعب محترم، او ميسي على انه قد ايه لاعب راقي ولاعب محترم في التعامل، ما يحسكش ان ده لاعب حرفيا مغير التاريخ. صح. انا بتكلم بامانه اللي ادب مين هو؟ ميسي كريستيانو ما علينا ما ترضيش ايا كان. محمد هاني انا بتكلم بامانه، اللي تدب انك تسيب الحكم يتكلم وتقوم عامل اللي في دماغك. ارجع اتكلم معاه، لو انت عشان تطلع معلش انا هطلع من هنا هتبقى قدرته،
لكن الحكم واقف بيتكلم وانت طارش ومعدي، لا تاخد تستاهل انذار، شكرا، تستاهل انذار وشكرا. اما بقى بالنسبه لجمهور الاهلي بيدافع زياده عن اللزوم عن محمد هاني، والناحيه الثانيه اللي هم قالوا ان الحكم عنده حق قوي واللي عمل وسوى هو ما عملش، وقالوا الحكم يكتب في تقريره لا وانا لا مش عارف مين كلها عرباوي دي كلها افوره. لكن اللاعب او جمهور الاهلي يقول لك الحكم ما يعديها، هو الماتش كام انت كونك بتقول ما يعديها يعني انت عارف ان محمد هاني غلط. طالما بتقول، ما انت بتقول كلمه ما يعديها دي يعني انت عارف ان في حاجه في محمد هاني ارتكب غلط معين حتى لو مش كبير، فانت شايف انه مش كبير ما يعديها. هو ادى فرصه للحكم ان هو يديله انذار يعني بس كده. يبقى انا المفروض ان انا الوم محمد هاني مش الوم الحكم. الحكم عمل الصح، الحكم عمل الصح، الحكم ما فيش اي مشكله عنده. طيب بس كده. تعالى لاخر سؤال. هفاجئك انا السؤال. طب قول لي انت، اسال انت المره دي. اكتبوا يا جدعان بقى في الكومنتات. كمان النهارده عايزين ايه السؤال الجاي؟ انا لا غير اللي انا قلت لك عليه، انا غيرت السؤال. غيرت السؤال؟ لان احنا اتنين بقى، فالسؤال نقدر نبحبح فيه براحتنا. ماشي. قول لي افضل تشكيله في التاريخ بالنسبه لك. يلا. افضل تشكيله في التاريخ؟ لا دي صعبه جدا. يلا بقى، يلا ارتجل. صعبه جدا. ارتجل. انت فاجئتني على فكره، كنتش متفقين على كده على فكره. لا خالص. ارتجل، اطلع بال11. طيب اقول ال11 بتوعي عشان اساعدك. ماشي ابدا انت. هبدا انا. ابدا انت. هبدا بمانويل نوير. ماشي. انا عاشق لبوفون، لكن تكامل يبقى نوير. انا بوفون. انا عاشق لبوفون. خلينا ماشي خط. انا هبدا ببوفون. وانا نوير. نوير متكامل اكتر بس اعجازي بصراحه. انا عاشق لبوفون، لكن انا نوير عشان متكامل اكتر. لاعب القدمين كل حاجه انت عايزها هتلاقيها في حارس المرمى، يبقى نوير. ماشي. باك يمين هقول كافو. كان نفسه قويه بينه وبين داني الفيز. انا متفق معاك جدا. اختار كافو لان اللي شاف كافو في الفتره اللي لعب فيها في البرايم. لا حاجه، منتخب برازيل وكابتن برازيل حاجه تانية خالص. طبعا كافو. مالديني. نو كومنت، مفيش تعليق يا جدعان. لا انا ممكن من الناس اللي تلعب روبرتو كارلوس. لا انا لسه هروح للباك الشمال. باك ليفت. سنتر باكات. ماشي طب لا ما مالديني مش مالديني نيستا. انا مش هتناقش اصلا في دي. لا انا مالديني راموس. لا طبعا. لا راموس. لا طبعا مالديني نيستا. مالديني نيستا دي ما فيهاش كلام، ما ينفعش. مالديني نيستا. انا مالديني راموس يا جدعان، لان انا راموس قائد ريال مدريد بس هداف وكل حاجه انت عايزها هتلاقيها في راموس ده. ماشي. كارلوس باك شمال طبعا. واحد مترشح بالون دور مرتين. مترشح بالون دور مرتين يا حبيبي اليابانيه. حبيبي اليابانيه. وادي رجليه الشمال ايه. ماشي. طيب يبقى كده خط الدفاع ايه؟ احنا متفقين ما عدا انا بالنسبه لي نيستا وانا راموس. مالديني وانت ماشي. خط الوسط مالديني راموس. هبدا فيه بانيستا. ماشي. الثلاثه قول لي الثلاثه. انيستا، زيدان، مودريتش. طيب انا هقول لك، انا ممكن زيدان اساسي. اوكي. مارادونا. ماشي. هنلعب بوسط ملعب ناحيه اليمين ده. ايه؟ هنلعب بوسط ملعب ناحيه اليمين ده. لا هقول لك عشان في 3 قدام مش هينفع ما نلعبش بيهم. هيبقى زيدان، مارادونا، وممكن رونالدينيو ولا ايه؟ لا ثواني. ما صح، انا لازم احط رونالدينيو فعلا. لا شوف لازم احط رونالدينيو. حط وسط الملعب ناحيه الشمال وخلاص. لا خلاص. لا الثلاثه اللي في نص الملعب زيدان، مارادونا، رونالدينيو. مش مهم بقى تضرب قدام. مش مهم. انا ده لان في قدام 3 هبدا بيهم 3 لا غنى عنهم. اكيد. شمال كريستيانو ويمين ميسي، قدام رونالدو الظاهره. بقى نفس الكلام. انا اللي اختار بين رونالدو ونيستا. زيدان رونالدو يعني قلت مين؟ زيدان مودريتش. وزيدان مودريتش ومين تاني كان نيستا. وسط لا ملعب. انا ما ينفعش التشكيله والثلاثه اللي قدام برضه نفس الكلام. مارادونا ورونالدينيو ايا كان مراكزهم. طيب يعني ايا كان هم فين في الملعب ما ينفعش. يعني انا اظن اكتر واحد يعني عمل مهارات ومجنون في الملعب رونالدينيو. طبعا مجنون طبعا. والله بجد. بس كان ناقصه شويه مارادونا كمان يبروزوا المهارات دي. مارادونا في عصره بيعمل حاجات غريبه. انا في فيديوهات وفي ماتشات بتفرج عليها اجوان غريب والله. مارادونا انا اول مره في حياتي اشوف لاعب بيجيب دوري لوحده. لا بجد بيجيب دوري نابولي لوحده. الدوري الايطالي كان لوحده. كان في اواخر الثمانينات والتسعينات. كان جنة كرة القدم. هو اهم دوري في العالم. كان جنة كرة القدم يا جدع. بالظبط. ماشي يا جدعان، احنا كده كل واحد فينا قال اللي عنده وكل واحد فينا قال تشكيلته. شوفوا مين فينا بقى تشكيلته افضل. واكيد اشرف ده حاطط لي مارادونا ورونالدينيو ورونالدو. انا لو ما حدش اختار تشكيلتي يبقى يا جدعان دي تشكيل بلاي ستيشن. ما دي تشكيل بلاي ستيشن مالهاش دعوه بالواقع دي يا عم. مش مهم بقى، احنا بنختار احسن 11 لعيب في التاريخ يعني. طيب انا كنت مبسوط جدا بالحلقه معاك يا كمال. انا اكتر والله. ومستنيين المره الجايه ان شاء الله يبقى عمر وبلال ينضموا لينا. والله انا وانت خدنا المايكات. لا مؤاخذه يا عمر، لا مؤاخذه يا عم بلال بقى، لا مؤاخذه يا عمر. لا مؤاخذه يا عمر، النهارده كانت هتبقى كتير قوي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم. مبسوطين الحلقات يعني بدات الناس تتفاعل معاها سواء من كومنتات او لايكات او حتى الفيوز عليت جدا الفتره الاخيره.
نتمنى نكون عند حسن ظنكم اكتر واكتر، ونستناكم في حلقات جديده جايه من بودكاست بالون دور.